القصة كلها بدأت بخبر عادي على شاشة التلفزيون عن دكتور مشهور وملياردير اتقتل في قصره، بس اللي حصل بعد كده كان أغرب من أي فيلم. معمل سري وتجارب غريبة على البشر وناس بتختفي بطريقة غامضة وإشاعات بتقول إنه كان بيضحي بيهم عشان ينقذ نفسه. لما اكتشفوا الحقيقة كان الوقت فات وكل الناس اللي كانت ليها علاقة بالموضوع اتجمعت فجأة في جزيرة واحدة. اللي حصل هناك كان بيكشف أسرار محدش كان متوقعها، والسر الأكبر اللي لسه محدش عارفه مين اللي قتله فعلا وليه مات. تعالوا نعرف مع بعض. بس قبل ما نبدأ الملخص ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتدوس لايك، احنا محتاجين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك علشان نقدر نكمل ونقدم لكم أقوى ملخصات أفلام 2025. ادعمونا عشان نقدر نكمل. الفيلم بيبدأ واحنا بنسمع الأخبار وهم بيقولوا إن الدكتور الملياردير بيرس اتلاقى مقتول في بيته. والموضوع ما وقفش هنا، لا كمان اكتشفوا إنه كان عنده معمل سري، وإن الناس اللي كانت بتختفي فجأة هو اللي كان بيخطفهم، والمصيبة إنه كان بيعرضهم لإشاعات خطيرة بتسبب لهم السرطان. كل ده عشان يلاقي علاج لنفسه. وبعد كده ما كانوش عارفين مين اللي واجهه وقتله، بس طبعا كانوا يقصدوا كي، وده باتفاق مع الشرطة لأنهم كانوا مرعوبين من اللي شافوه في قصر بيرتس. وبعدها بنشوف كي قاعدة قدام التلفزيون بتتفرج على الأخبار، وفجأة أبوها بيجي وبيقول لها يلا بينا المركب وصلت. وبنعرف وقتها إنهم طالعين رحلة علشان يحاولوا يصلحوا علاقتهم اللي كانت زي الزفت، عشان كده قرر ياخدها تغير جو. وبيركبوا المركب، بس كي كانت لسه مش قادرة تنسى اللي حصل في القصر، وكانت دايما بتشوف كوابيس. وطلعت على سطح المركب تتأمل الجزيرة، وسألت أبوها أنت جبت الفلوس دي كلها منين؟ الجزيرة دي شكلها غالية جدا. رد عليها مفيش حاجة تغلى عليكي، انت حبيبة قلبي. وأول ما قربوا من الجزيرة فجأة الشبكة بتقطع، وكي بدأت تحس بقلق، خاصة لما دخلوا الفندق وسألت الموظف عن الشبكة وقال لها للأسف مفيش تغطية بس في واي فاي مجاني. سألته عن أوضة التحكم الخاصة بالاتصالات وقال لها مش متأكد بس ممكن أسأل وأشوف. ولما جم يطلعوا الأوضة كي خافت تركب الأسانسير من كتر اللي شافته قبل كده، ودخلت أوضتها وبدأت تدور على كاميرات، لكن اطمنت لما ملقتش حاجة. وأبوها قال لها تعالي ننزل نبلبط شوية. قالت له روح انت الأول وأنا هاجي وراك. نزلت كي تلف في الفندق، عينيها ما سابتش مكان، كل حاجة كانت بتحاول تدرسها. واضح إن اللي حصل في القصر كان مخليها دايما في حالة تأهب. وراحت الجيم، بدأت تلعب شوية وتفك عن نفسها. وهناك شافت على التلفزيون والد بيرسي بيقول إن ابنه بريء وما عملش أي حاجة، لا قتل لاري ولا جيس. بس كي بدأت تهلوس وفضلت تزعق وتقول سيبوني في حالي. وفجأة دخلت أليكس، بس كي مشيت وسابتها. قامت أليكس جريت وراها وقالت لها شنطنا اتبدلت، تخيلي شكلنا جايبين نفس الشنطة. وتعرفوا على بعض. كي عرفت إن أليكس جاية لوحدها، وساعتها لقينا أبو كي قاعد لوحده وبتدخل عليه واحدة باين عليها من أول نظرة إنها شمال بتحاول تشقطه. ولما ما لقتش فايدة سابته وراحت تدور على غيره. وأبوها قرر يروح يقعد مع كي شوية، وبيبدأ يسألها عن الجهاز اللي في إيديها. قالت له ده جهاز متصل بالقمر الصناعي عشان أبقى جاهزة لو حصل أي حاجة، مش عايزة أعيش الرعب ده تاني. وبعد شوية الموضوع بدأ يسخن لما كي قالت له أنت خنت ماما وهي بتموت، وسايبها على السرير وقاعد مع الممرضة، وبعد ما ماتت اتخليت عني. رد عليها أنا كنت تايه يا بنتي مش عارف أتصرف. قالت له وأنا كمان، بس كنا نقدر نبقى سوا. قال لها ما انتي اللي بعدتي وسافرتي وسكنتي مع مجنون هيقتلك. قالت له تمام شكرا وسابته ومشيت. وبترجع اوضتها وبتكمل فرجة على الاخبار. ولما بيدخل ابوها تاني بيعتذر لها وبيقول لها ايه رايك نفتح صفحة جديدة، وبتحاول كي انها تسامحه وبينزلوا يتعشوا سوا. ولما نزلوا المطعم موظف الريسبشن بيجي يقول لها انه عارف مكان اوضة التحكم، وفعلا راحت معاه شافته وهو بيكتب الباسورد ولفت جوه الاوضة وخرجت تاني. وفي المطعم لاحظت ان الناس قليلة جدا وسألت ابوها هو الفندق ده دايما فاضي كده؟ قال لها ده من حظنا، انا ما بحبش الزحمه. بس كي ما كانتش مرتاحه لعدد الناس، وبتشوف أليكس داخله وبتنادي عليها وبتيجي تقعد معاهم. وأليكس قالت ان كان عندها اخ ومات، وبعدها الست الشمال دي قررت تعمل جو، كانت عايزه تلعب مع اي حد. وقام ابو كي يلعب معاها، وكي وأليكس كانوا بيتفرجوا. وسألت كي مش ملاحظه حاجه؟ الفندق فاضي والناس هنا شكلهم مش اغنياء رغم ان المكان غالي. ردت أليكس انا اصلا كسبت الكسطره دي من شغلي، الحمام هنا أكبر من شقتي. وبعدها أليكس راحت تلعب، ولما خطرت ندعت على كي. كي لعبت وكسبت وفرحوا جدا. وأبوها
راح طلب مشروب من الموظف وقال له إنه مبسوط لأن شايف بنته بتضحك وإنها طالعة من تجربة صعبة جدا، لدرجة إنها ماشية بجهاز قمر صناعي في شنطتها. وبعد ما خلصوا كي طلعت تنام وحلمت بصاحبها لاري، وقامت مفزوعة وجرى عليها أبوها يطمنها وقال لها انسي يا بنتي وعيشي حياتك. وتاني يوم الصبح نزلوا يتمشوا وشافوا مركب جاي ناحيتهم، وأبوها قال لها كنت بتقولي الفندق فاضي، أهو في ناس تاني جايين. ولما رجعوا كي لقت إن شنطتها اتبدلت تاني مع أليكس، وراحت قالت لها، وأليكس قالت أنقذتيني، الواد مايكل الغريب ده كان عايز يتعشى معايا غصب. وهم راجعين للمكان اللي كانت سايبه فيه شنطتها ملقوهاش، وبيطلع الموظف ويديها الحاجه وبيقول لها انا اسف كنت بنظف المكان فحطيتهم في الامانات. وبعد كده وقت العشاء وهي بتبص من الشباك بتشوف الموظفين ماشيين، ولما بتنزل المطعم بتتفاجئ ان الاكل كله متجهز، كان اوبن بوفيه والمكان فاضي ما فيهوش غير 5 أو 6 افراد. فبتستغرب أكتر وبتقول في نفسها إيه الجو الغريب ده. وبيحاول مايكل يهديها وبيقول لها دي تقريبا خدمة من خدمات الرحلة المجانية. فبتستغرب أكتر وبتسأله خدمات إيه؟ ما أنا ما فهمتش. قال لها الرحلة كلها ببلاش، المنتجع باعت لي تذكرة مجانية عشان أكتب عنها بما إني صحفي. وفجأة الست اللي معاهم بترد وبتقول وأنا كمان رحلتي كانت جايالي ببلاش كسبتها بسحب. والراجل اللي جنبهم بيقول وانا برضو كسبت الرحله بسحب. فبصت لابوها وقالت له يا بابا بالله عليك ما تقولش انك كسبتها. فبيقول لها وهو محرج فعلا خدتها من الشغل. صرخت وقالت يا نهار مش فايت، انا كنت حاسه ان الجزيره دي مش طبيعيه من اول لحظه، حد جمعنا هنا لسبب. وجريت تدور على اي موظف بس لقت المكان فاضي تماما، وفضلت تصرخ وتنده على اي حد. وبعدها دخلت على الناس اللي معاها وقالت احنا في مصيبة، المكان ده فيه حاجة غلط. بس الست التانية قالت لها يا ستي اهدي خليكي إيجابية شوية، احنا جايين علشان ننبسط. وواحد من الرجالة قال فعلا أنا كنت خارج من مصيبة وحبيت أغير جو. وابتدى يحكي إن ابنه اتقتل من فترة ولسه بيحاول يخرج من الحالة. الست دي قربت منه وقالت له أنا كمان بنتي اتقتلت وحياتي اتقلبت من ساعتها. وهنا كيف افتكرت حاجة وقالت مش ممكن اللي قتل ابنك هو بيرس، وطلع بيرس ده ابو لاري، والست اللي بتحكي عن بنتها تبقى ام جيس حبيبه بيرس. قامت ضربت ابو لاري وقالت له ابنك قتل بنتي. صرخت كي وقالت مش وقته، احنا في كارثه وكل اللي هنا ليهم علاقه ببيرس. وقالت لهم انا كنت مع لاري في القصر وانا اللي قتلت بيرس. الست زعقت وقالت لها يعني انت كمان مجرمه، بسببك بنتي ماتت ومشيت. وابو كي سأل مايكل وانت علاقتك ايه ببيرس؟ قال له انا الصحفي اللي فضحه عشان كانوا بيخبوا الحقيقه. وبعد كده لما حاولوا يسالوا على أليكس ما لقيوهاش، وكي اتخضت ودورت عليها في كل مكان. وهي بتدور لقت أليكس راجعه من اوضتها مرعوبه وقالت لهم المكان ده مش طبيعي، مفيش روح حوالينا. سالتها كي انتي تعرفي بيرس؟ اتصدمت أليكس وقالت ده كان خاطف اخويا وقتله. بس كي طمنتها وقالت لها انا اللي قتلته. وطلعت جهاز متصل بالقمر الصناعي وبلغت عن موقعهم. وبعدها جريوا على اوضه التحكم، وكي افتكرت الباسورد وفتحت الباب. ابو لاري حاول يشغل الواي فاي لكن اتصدم ان اللوحات كلها منظر مفيش حاجه شغاله فعليا. فقالت كي لازم نجمع الكل في مكان واحد نأمن نفسنا. هي وابوها راحوا يدوروا على الناس، لكن مايكل خاف وراح على اوضته يلم هدومه. وهو هناك سمع صوت وتوتر وابتدى يهري مع نفسه وقال لازم ابقى راجل واواجه. لكن للاسف اللي وراه ما سابهوش يفكر كتير وخلص عليه. وابو لاري لسه بيدور على اوضه التحكم الحقيقيه وبيشوف مايكل ميت، فبيصرخ وبينده على الناس. وقال ان أليكس كانت بتدور بره على سلوك او حاجه، وفعلا كانت بتلف بره وشافت ابو كي وقال لها مايكل مات. اتصدمت وقالت مين قتله؟ وكي طمنتها وقالت الشرطة جاية. وفضلوا قاعدين على البحر مستنيين لحد ما شافوا قارب جاي. فرحوا وافتكروا ان دي الشرطة، بس اتصدموا لما شافوا ناس تانية. وبيطلع ابو بيرس وقال لهم اهلا بيكم في منتجعي. وابو لاري قال له انا عايز امشي، بس رجالة ابو بيرس علوا الفولت وخوفوا الناس. وابو بيرس قال لكي انت حرمتيني من ابني الوحيد وانا عامل لك مفاجأة. وضرب ابوها قدامها. وبعدها مسكوا كي وابوها وأليكس وربطوهم، بس كي كانت لابسة خاتم فيه سلاح صغير وابتدت تحاول تفك نفسها. أليكس كانت منهارة وبتعيط انا مش عايزة اموت. دخل عليهم ابو بيرس وقال لها
ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وفجأة المفاجأة طلعت بنته كانت بتمثل انها مربوطة، وكي قالت له انت ما عندكش بنات اصلا. قال لها دي غلطة من واحدة ما كانش حد يعرف عنها حاجة، وهي طلعت مطرطشة زينا. وأليكس قالت لأبوها انها قتلت مايكل بنفسها، وأبو كي قال لهم الشرطة جاية. ضحكت وقالت انا بدلت الجهاز اللي في شنطتها، واللي رد عليكي كان واحد من رجالتي، وبره واحد من رجالة ابو بيرس كان بيدور على ماندي، بس هي كانت شاطرة استخبت وضربته وخدت سلاحه. دخلت الفندق وبدأت تدور عليهم، واتكلمت في الميكروفون وقالت أنا قتلت واحد من رجالتك، ولو ما سبتش الناس هموتك. أبو بيرس قام هو والرجالة اللي معاه علشان يشوفوا مين اللي بيتحداهم، وأليكس فضلت تزن على كي أنا ساعدتك، أنا اللي خلصتك من أخويا. وراحت لأبو كي وغرزت سكينة في رجله، وكي كانت فاكة نفسها وقالت لأبوها على خطة. فضل أبوها ينده على أليكس، ولما جت تفكه قال لها أبوكي بيستغلك، هو مش بيعترف بيكي. قالت له كلامك فاضي. قال لها أمال ليه اسمك مش على اسمه؟ وهي بترد عليه كي قامت وضربتها ووقعتها. وبره أبو بيرس كان بيحاول يلهي ماندي، لكنها كانت جاهزة وقتلت الراجل اللي كان جاي عليها. وكي فكت أبوها وقالت له أنا حطيت جهاز التشويش على بابي. ولما رجع أبو بيرس لقى أليكس مرمية، ففوقها وقال لها أنتي فاشلة، وقال لها تدور عليهم بسرعة. وكي وأبوها كانوا مستخبيين، لكن أليكس فتحت الميكروفون وشغلت أغاني بصوت عالي وابتدت ترقص. ولما أبوها شافها وقف شوية، وبعدها رقص هو كمان. وبتستغل كي الفرصة وتطلع هي وأبوها بسرعة من المكان، بس ما كانوش يعرفوا ان أليكس كانت خلصت الفقرة وبدأت تدور عليهم. واول ما بتقرب منهم بتحاول كي تلهيها وبتقفل الستاير بسرعة. وبعدها لما أليكس بترجع جوه كي بتاخد ابوها وبيطلعوا السلم جري. ولما بيوصلوا للأوضة بيتفاجئوا ان ابو بيرس واقف مستني فوق، فبيضطروا يستخبوا منه بسرعة. وكي بتهمس لأبوها إنها هتلهيه وهو يطلع يستناها فوق. فعلا بتروح له وبتشغله شوية وبتقدر تهرب منه، وبيفضل أبوها قاعد شوية يرتاح وبيقول لها أنا هعطلك اهربي انتي. لكن كي بترفض وبتقول له أنا أخيرا وصلت لك ومش هسيبك، وبترمي المرتبة تحت وبتقول له ينط عليها. بس فجأة المجنونة أليكس بتدخل الأوضة، وبسرعة كي بتتصرف وبتجري على البلكونة وبتضرب أليكس بسرعة، وبعد كده بتنط وراها وبتاخد السلاح منها وبتهددها عشان تمشي معاها. لكن بتتصدم لما بتلاقي أبو بيرس ماسك أبوها، فبتصرخ وبتقوله لو لمسته أنا هفجر دماغها هي وأي حد له علاقة بيها. بس بيرد عليها بمنتهى البرود مش مهم، أنا أخدت كل اللي أنا كنت عايزه خلاص. وبيضرب أبوها رصاصة، وكي كانت لسه هترد لكن أليكس بتهجم عليها وبتضربها. وأبو بيرس بيربط كي في الكرسي وبيفرجها على صورة بيرس وبيقول لها انتي خدتي مني أغلى حاجة في حياتي. وبعد كده بيقول لأليكس تخرج، لكن أليكس بتتعصب وبترد عليه انت مش طبيعي، انا عملت لك كل حاجه طلبتها، وبيرس عمره ما كان بيحبك. فبيقول لها انت كدابه، بيرس كان بيحبني. فردت عليه عشان كده ما كانش بيزورك. وبيقول لها انت ما تستاهليش تكوني من عيلتي. فبتخرج متضايقه وبتقعد تشرب زي المجانين وبتقول لنفسها انه بيختبرها. بس فجأة بيجي ابو كي وبيضربها ضربه تقضي عليها، وبيرجع جري عشان ينقذ بنته، وبينزل ابو بيرس ضرب فيه. وكي بتشوف المنظر وبتطلع ايديها من الكلبشات باي طريقه وبتاخد السلاح وبسرعه بتصوب على ابو بيرس وبتضربه وبتجري على ابوها تطمن عليه. ولما بتساله ازاي لسه عايش بيضحك وبيقول لها البركه في المحفظه القديمه، وبيوريها ان الطلقه جت فيها. وبعدها بياخدوا بعض وبيطلعوا على القارب عشان يرجعوا. بس المفاجأة إن الملعونة لسه عايشة وبتهدد إنها هتقتل أبوها لو ما نطش في البحر. بس كي كانت أذكى من كده، أو عشان بطلة الفيلم الله أعلم، بتمسك حبل الهلب وبتلفه حوالين رجليها وبتشاور لأبوها، وفعلا بيرمي الهلب في المية وبتتسحب هي معاه، وبيقدروا يخلصوا منها ومن العيلة المخبولة دي كلها، وبياخدوا بعضهم عشان يرجعوا مدينتهم. بس إيه اللي مستنيهم هناك الله أعلم. استنونا في الجزء الجاي عشان شكلها مش ناوية تبطل. خلص الفيلم بس الملخصات لسه مكملة. كنتم مع قناة سيما في ثواني، ملخص أفلام 2025. قبل ما تمشي اشترك واعمل لايك، محتاجين نوصل ل1000 لايك عشان نقدر نكمل.